السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ يا باشا استاذ ايه؟ معاك الحاج سليم. سليم، ازيك حاج سليم؟ الله عامل ايه؟ يكرمك يا عم الحاج. كله تمام. الله يخليك يا باشا. استاذ سليم، احنا دلوقتي بنعمل مسابقه بمناسبه السنه الجديده، بيبقى اتنين قصاد كل بعض. سنة وانت طيب يا معالي الباشا، وانت طيب وبخير. وجعلها سنة سعيدة على أمة محمد يا رب، حاجة اللهم النبي. امين يا رب. بتبقى الاتنين قصاد بعض، ماشي. اللي بيجاوب اكتر بتبقى الجايزه معانا سريعا كده 200 جنيه. اتفضل. ماشي تمام. ومعانا بعد اذن حضرتك، بعد اذنك يا ما انت كريم يا رب. استاذ معتز. ازيك يا استاذ معتز؟ كويس الحمد عامل ايه؟ لله. بص يا استاذ معتز، احنا دلوقتي بنعمل مسابقه بخصوص السنه الجديده. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. فاللي هو اللي هيكسب معانا بتبقى اسئله، 3 اسئله هنا و3 اسئله هنا. اللي بيكسب بياخد 200 جنيه على السريع كده. ماشي. حضرتك تشارك معانا؟ اشارك معاك. ايه؟ اشارك معاك. تمام، اتفضل. دلوقتي انا هسال الاستاذ سليم ال3 اسئله بتوعه، وهنشوف هو هيجاوب على حاجه منهم ولا لا، وبعد كده ارجع اسالك ال3 اسئله. لو انت معرفتش وهو ما عرفش بقول سؤال فيصل في النص. تمام؟ ماشي. تمام يا حاج سليم. بعد إذن عليك يا باشا، اتفضل. ثقة في نفسي إن شاء الله بإذن الله آه. إن أنا هكسب الموضوع ده. تمام، الله ينور سيبها عليك. على الله. الله ينور عليك. اتفضل يا باشا. ونعم بالله. اتفضل. حاج سليم، تقدر تقول لي السنة اللي فاتت دي كانت سنة كام؟ 2000 كام؟ أيوه يا عم. 2000 كام بقى؟ 2025؟ حاج سليم حضرتك نمت؟ أيوه يا عم. إيه يا عم؟ 2025. 2025 أمال إيه؟ تمام. أطول يوم كان في السنة، أطول يوم كان في 2025 كان يوم إيه؟ يوم الخميس. لا غلط، غلط يا حاج سليم. يوم الخميس. لا غلط، غلط. طيب اسال حضرتك سؤال تاني كده. السؤال الاول غلط، لان اطول يوم مفيش حاجه اسمها اطول يوم، هي الايام كلها زي بعضيها. حضرتك اهبل بقى من مش فاهم ايه ده. فهي الايام كلها زي بعضيها. يوم الخميس انا رحت فيه طول النهار، رحت القاهره انا مش بقول لك اطول يوم بالنسبه لك وبالنسبه لشغلك، هو اطول يوم عامه. كده انت السؤال ده ما ينفعش معاك. طب تمام. انت ما فهمتنيش الموضوع اطول يوم دي ايه؟ تقدر تقول لي طب افهم حضرتك ايه؟ ما هو المفروض تبقى انت فاهم. ماشي. حاج سليم انا عايزك، اتفضل انا معاك. انا عايزك تبقى ايه؟ معلش الحمد لله قلشت ماشي. طيب. خلينا في التاني. طيب السؤال التاني. اتفضل. طيب السؤال الثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني يا حاج سليم بيقول: ما هو اسم رئيس أمريكا لسنة 1995؟ 1995. رئيس امريكا. تمام. معروف يا عم. هو اسم معروف؟ هو معروف يا عم الاسم، بس انا مش متذكر قوي يعني. شاروخان. شاروخان؟ ده في ايه ده؟ في امريكا. لا غلط طبعا، غلط. حضرتك معلوماتك على قدك خالص، فهديك آخر سؤال موجود معانا ليه. اتفضل. تمام. ما هو اسم أول فيلم عمله الفنان القدير عادل إمام؟ بس خلاص ما تتكلمش، ده فنان الاستاذ عادل امام ده، اللهم صل على حضرة جمال النبي. عليه أفضل ده الصلاة رجل والسلام. عالمي واستاذنا. حنفي القبهة. غلط. ايه في ايه يا عم؟ غلط لا اله الا الله. غلط. حنفي القبهة. غلط والله، غلط يا فندم، غلط. حضرتك ما جيتش الدنيا، صفر معلومات، صفر. فحضرتك تسكت لحد ما اسال الاستاذ معتز. احنا اسفين عطلنا حضرتك معانا. فهسال الاستاذ معتز: ما هو اسم افضل لاعب في الدوري المصري لسنه 2015؟ كريستيانو رونالدو. يا جماعه انتوا بتهزروا ولا مين اسمه ايه؟ كريستيانو رونالدو. ايه اللي انت بتنيله ده يا ابني؟ هو كريستيانو رونالدو. بقول لحضرتك في الدوري المصري، يعني بغض النظر عن انك مش عارف اسم اللعيب. ايه اللي هو خلى مخك حدف ناحية اللي انت قلته ده؟ صلى على النبي. صلى على النبي يا حاج سليم، صلى على النبي. طيب هو غلط، لان كريستيانو رونالدو ده اصلا برتغالي. شخشخاني. ايه؟ شخشخاني. ده هو ايه ده؟ ترجم له انت بقى. طيب يا استاذ معتز، الاجابه غلط طبعا. فانا بقول لحضرتك ده السؤال الاول راح طبعا. كريستيانو رونالدو ده حضرتك ده برتغالي، ده برتغالي ملوش علاقه بمصر هنا خالص. تمام.
السؤال التاني، من هو افضل حارس في الجزائر لعام 2006؟ افضل حارس في الجزائر لعام 2006. بعد شاش. اذنك ممكن اقول انا؟ لا بعد اذن حضرتك بعد يا إذن حاج، يا حضرتك. حاج سليم بعد يا اذنك. عم الحاج يا حاج سليم صلى على النبي. حضرتك راجل كبير، احنا سالناك الثلاث اسئله وانت ما جيتش الدنيا، مش عارف اي حاجه. انا بس معاه عاوز يا انجحه. لا شكرا، خليك في نفسك. انا عاوز انجحه. خليك في نفسك يا حاج. الراجل ده طيب وابن حلال. اقول لك انا؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك خليك في حالك. افضل حارس. طب ثانيه واحده بعد اذنك، اتفضل قول. قول رشيد يقيني. تمام. قول انت نشيط ايه؟ نخشيني مش بقف جون. اسمه ايه؟ بقول لك نشيط نخشيني. رشيد يقيني. انت بتتكلم من قفاك ولا منين بالظبط؟ اتكلم قول رشيد يقيني. طب يا حاج سليم هو غلط. رشيد غلط. يقيني ده بتاع الطحينه ده ولا ايه؟ غلط يا حاج سليم. عايز تنجحها نسقطني. غلط يا حاج سليم، اهدى بس. استاذ معتز عارف أحسن الاجابه؟ جون. سيد صبحي. سيد صبحي اه في الجزائر اسمه سيد صبحي 2006. اه يا ابني هو انت حضرتك من القناطر هنا؟ ايوه من القناطر الخيريه. سيد صبحي ده حارس القناطر، ده عنده 22 سنه. انت دخلت الجزائر في القناطر طيب السؤال الثالث وده اخر سؤال، حضرتك لو ما عرفتوش هنسال سؤال فاصل بينك وبين الحاج سليم. بعد ما بناكل كل مره بنشرب ايه؟ بعد ما ناكل كل مره بنشرب ميه. برافو عليك. مبروك حاج معتز، كسبت هو معانا. يعني لا مؤاخذة يا باشا حد صوت بيشرب معانا. جاز؟ ايه بيشرب ميه يعني؟ هو في حد بيشرب جاز يا جدعان؟ مبروك يا استاذ ده معتز. شغل نصب او شغل قلة أدب يا حضرتك.